في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، كشف الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية لأسود الأطلس التي ستخوض مواجهتين وديتين أمام كل من تونس والبنين في 6 و9 من يونيو المقبل على أرضية ملعب فاس الكبير في تمام 9:09 ليلاً. وخلال ندوة صحفية احتضنها مركب محمد السادس لكرة القدم، قدم الركراكي اختياراته الفنية للمباراتين، حيث ضمت اللائحة مجموعة من الأسماء المتألقة محليا ودوليا موزعة بين الحراسة، الدفاع، الوسط والهجوم. في حراسة المرمى يعود كل من منير المحمدي من نهضة بركان وياسين بونو من الهلال السعودي، إلى جانب المهدي بن عبيد من الوداد الرياضي. أما في خط الدفاع فجاءت اختيارات الركراكي متنوعة، حيث ضمت كلا من أشرف حكيمي، عمر الهلالي، عبد الكبير عبقار، عبد الحق عسال، جواد اليميق، أسامة العزوزي، آدم ماسينا، زكرياء الوحدي ويوسف بالعمري. في وسط الميدان يشارك كل من عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، أسامة الترغلين، أمير ريتشاردسون وإسماعيل الصيباري. أما في خط الهجوم فسيعتمد الركراكي على خدمات إبراهيم دياز، إلياس بن صغير، سفيان رحيمي، مروان سندي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، حمزة إيكامان، أسامة الصحراوي وعبد الصمد الزلزولي. هي لائحة تمزج بين التجربة والحيوية، تأكيداً على نهج وليد الركراكي في بناء منتخب تنافسي متكامل. وستكون الجماهير المغربية على موعد مع متابعة جديدة للأسود من قلب مدينة فاس.